السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على 7 أفكار لمنيو أسبوعي تقدري تاخدي أفكار منه، وسهلة وبسيطة جدا 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 عليكي. بما ان داخل علينا شم النسيم تقدري تعملي كل ده سهل وبسيط ومفهوش أي افتكاسات. يعني حاجات تقدري تعمليها لو مصروفك بالشهر، مصروفك باليوم، مصروفك بالأسبوع، تقدري تعمليها. بصوا بقى، انا هنا بعصر الليمون. انا مش مجريه الفيديو قوي ولا مصعباه عليكم ولا اي حاجه. فسيخ ورنجة وبصل وبطاطس والكلام ده كله طبعا انتوا عارفين وشفتوه معايا قبل كده، بس انا حبيت اجيب لكم الفكره مش اكتر. بس سهل وبسيط ومفهوش اي افتكاسات. طبعا الطريقه مفصله حابينها، هسيب لكم كل الفيديوهات دي تحت في صندوق الوصف. طريقه سهله وبسيطه توفر عليك يوم وافكار تستفيدي منها. مش شرط تاخدي كل الفكره دي مطبقه، ممكن تشيلي الفسيخ والرنجة خالص من الموضوع خالص. طبق فول حلو كده جنب البطاطس والبصل والفسيخ والرنجة، تشيليهم خالص. بطاطس وبصل وكابوتشا وخيار، تمام زي الفل. تبقى فكرة برضو لذيذة. حابين الفكرة بتاعت منيو الاسبوع او 7 اكلات اعملها لكم، انا مفيش مشكلة اعملها لكم على طول وباستمرار. طبعا كلنا عارفين كده اوانس اللي عملتها من غير ولا مليم، اللي عملتها من غير ولا مليم. سهلة بسيطة ومش مكلفة خالص خالص، مش هتشتريها، هتكون عندك في البيت. دايما اقول دوري عندك في بيتك، شوفي ايه اللي ينفع تعمليه وحابه تاكليه اعمليه. ما تروحيش تدوري على اكله تانية، ما تروحيش تدوري على حاجه مش موجوده في البيت. اللي موجود هو اللي تاكليه. بيبقى سهل وبسيط وجميل وزي الفل. وهنا بقى انا جبت الكبده وقوانص وكنت بغرفها كده واحده واحده. انا مش مجريه الفيديو خالص، المقطع ده انا مش مجريه خالص خالص معاكم. بصوا ماشي بالراحه وبهدوء وبسلاسه عشان تاخدي الافكار مرتاحة معاكي وتشوفي انا عملت ايه. تقدري كل الدهون اللي بتبقى فيها دي تقدري تشيليها بمنديل صف من الجنب كده، وما تنزليش الطبق، يعني بالجنب كده بمنديل بتبقى زي الفل، وبتشرب كلها في المنديل وبترميه، تستغني عنه خالص. طبعا كان عندنا هنا مخلل عملته، وكان عندنا بطاطس حمرتها جنبيه عشان تبقى الاكلة كاملة متكاملة. اعمليها بالطريقة اللي تريحك، ما تكلفيش نفسك ولا تغرمي نفسك اي حاجة. الاكلة اللي تريحك هتعمليها. تقدري كمان تحطي فيها بطاطس مكعبات صغيرة وتشوحيها مع البصلاية، او تحطي عليها البطاطس وتزوديها حبة مية والبطاطس هتستوي زي الفل، تبقى جميلة جدا. جنبها شوية رز بشعرية او رز ابيض. وهنا كمان دي مكرونة وبانيه. المكرونة والبانيه تحفة تحفة. الفيديو مش بيجري، الفيديو زي الفل جميل جدا. والبانيه اعمليه بالطريقه اللي تريحك، حتى لو طريقتي مختلفه عن طريقتك او طعمها مثلا مش هتحبيه، ولادك مش هياكلوها، اعمليها بالطريقه اللي تعجبك. كان جنبها كان جنبها شويه مكرونه وجبنه بطاطس شيبسي. بانيه عندنا في التلاجة، اجيب الفرخه باخد الصدور لوحدها، الوراك لوحدها. طبعا كيس الترش الجميل اللي كان جنب الاكله. اهم حاجه حته مخلل كده تفتح النفس، تبقى حلوه تعرفي تاكلي، تبقى زي الفل. مكرونتنا كانت بشوربه وكانت جميله لذيذه، صوصها كان خفيف وطعمه كان جميل. اي مكرونه عندك تقدري تحمريها، ما توقفيش نفسك على اي حاجه، وكل اللي موجود في البيت هو اللي هتشتغلي بيه. بص يا ستي، اللهم صل على النبي، جبنا في يوم نص فرخه من بره. نص فرخة من بره تقدري تعمليها في البيت، ما تشتريهاش، تقدري تعمليها في البيت تبقى معاكي زي الفل. وبصوا الفرخة متظبطة وعليها الخضار بتاعها. الخضار ده بيتقطع ساعة الشوي وبيتبل وبترش عليها كده عشان وهي بتشوي يكون طعمها جميل. وهنا بقى عملنا استغنينا بقى عن الورق بتاعها والكلام ده وهي كانت سخنة، وغرفنا جنبها بقى المكرونة وعملنا العصير بتاعنا.
وكانت اكله جميله وزي الفل. اليوم ده كان يوم صيام، براحتك، حابه تعملي مثلا يوم الاحد اكله دي، يوم السبت الاكله دي، يوم الاثنين الاكله دي، براحتك. انا بديكي افكار تنفعك في وقت انتي مش عارفه تعملي ايه. زي مثلا فيديو الفطار. بص، ده كان فطار انا عملته، تقدري تستخدميه كغدا، مش لازم فطار. بص، الفطار ممكن شاي بلبن وبقسماط، شاي بلبن وجبنه، تقدري في الغدا بقى تستخدمي ده كله. بص، انا عملت الفول والطعميه والجبنه والكلام ده كله، كان فيديو سهل وبسيط. وده كمان ايه، يوم تاني خالص. تقدري كمان تعملي البانيه بالطريقه دي مشوي مش مقلي، تقدري تعمليه جنب الكشري الاسكندراني، او تعملي الكشري اسكندراني جنبه بيض، براحتك، الطريقه اللي تحبيها. انا مش بحب جنبه صلصه، انا بحبه كده زي ما هو، بحبش جنبه صلصه خالص، بحس ان الرز بيعجن ده ما فيهوش مكرونه. فانا بحب اعمله كده بالسلطه دي، طماطمايه وقرن فلفل وتوم وبابريكا وحبه خل وليمون، مش اكتر من كده. والرز بالعدس عملته لكم قبل كده. وكل الفيديوهات اللي موجوده عندكم هسيب لكم، يعني المنيو اللي موجود عندكم الاكلات دي كلها هسيب لكم في صندوق الوصف كل الفيديوهات بتاعتها، اللي حابب يخش يشوف الفيديو بالتفصيل هيلاقيه. بس انا حبيت اجيب لكم الملخص بتاعها، طريقه التسويه والكلام ده كله هتلاقوها في الفيديوهات. بصوا، انا مش مجريه الفيديو خالص وماشيه الفيديو على هادي، برجع اقول تاني انا مش مجريه الفيديو عشان خاطر تستفيدوا من المعلومات اللي انا بقولها. الفيديو كله غني بالمعلومات اللي هتفيدك طول الاسبوع. انا عملت كفكره، يعني انا ما كانش عندي حاجه مثلا اقول لكم عليها مثلا ومرتبه لها ومش عارفه ايه وكده، لا والله جت في دماغي الفكره وانا بسجل الفيديو دلوقتي، قبل ما اسجله على طول، ان انا اعمل منيو 7 اكلات وتستفيدوا منه وتاخدوا منه افكار والكلام ده كله. يبقى سهل وبسيط عليكي ان انتي تبقي موضبه حاجتك وشايلاها في التلاجة، تطلعيها وتتبليها. تقدري تكتبي على كل حاجه انتي شايلاها في التلاجة وتقدري تعمليها. انا بقول لكم جربوا الاكله دي ان شاء الله هتعجبكم. وطبعا اخر اكله بتاعتنا واخر الاسبوع كانت المسقعه بتاعتنا الجميله الحلوه دي. المسقعه دي الفيديو لسه منزلش، بس ممكن ابقى انزله لكم في فيديوهات تانية عاملاها بنفس الطريقة. يعني انا طريقتي كلها واحدة، وان شاء الله يبقى فيديو سهل وبسيط وخفيف على قلبكم.